كلنا عارفين ان الانجليزي فيه 26 حرف بتنقسم لحروف ساكنة وحروف متحركة consonant و vowels. عندي 21 حرف ساكن وخمسة متحركين الفاولز اللي هما A E I O U. ال 26 حرف دول بيطلعوا 44 صوت. الحروف الساكنة أصواتها ثابتة مش بتتغير، يعني لو جيت قلت لك حرف البي الصوت بتاعه هيبقى ثابت في كل الكلمات مش هيتغير. لو جيت قلت لك حرف الام ثابت صوته مش هيتغير، ملوش غير صوت واحد اللي بيطلعه في كل الكلمات. انما الحروف المتحركة ملهاش صوت ثابت، عشان كده اتسمت متحركة. اصواتها متغيرة دايما، زي كده عندنا في العربي الفتحة والكسرة والضمة والمد وهكذا. هات كده اي حرف متحرك من الخمسة بتوعنا هتلاقي ليه كذا صوت. يعني مثلا حرف الاي ده بيعمل صوت الآ، بيعمل صوت الاي، بيعمل صوت الآ. التلاتة دول الاي بيطلعهم. تعالى مثلا لحرف الاو بيعمل كذا صوت، بيعمل 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 او. كذا صوت، حرف واحد بيطلع كذا صوت. وانت لو ظبطت النطق بتاع الاصوات المتحركة دي وعرفت تنطق كل صوت امتى، نطقك هيروح في حتة تانية خالص. عشان كده هنحاول في الحلقة دي والحلقات الجاية اننا نعرف كل الاصوات المتحركة وازاي ننطقها باشكالها المختلفة. تابع معايا. النهاردة هنتعرف على أصوات صوت حرف ال A وهي سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا. عايزك أول حاجة تعرفها إن الأصوات المتحركة كلها بتنقسم لحاجتين: short sound و long sound، اللي هو الصوت القصير والصوت الطويل. كل حرف منهم بيبقى ليه صوت قصير وفيه صوت طويل. يلا بينا نبدأ بحرف ال A. صوت حرف ال A الشورت بيبقى آ آ ودايما هتلاقي الصوت ده بيطلع لما حرف الاي بيجي ما بين حرفين ساكنين، زي مثلا كات، رات، مان، فات، جاك. لو تلاحظ هتلاقي ان الاي جاي ما بين حرفين ساكنين، اذا ده شورت اي هيعمل صوت الا. ده بالنسبة للشورت بيعمل طيب تعالى لللونج اي. اللونج اي بيعمل صوت اي اي طيب الصوت ده بطلعه امتى؟ اول حاجة الصوت ده بطلعه لما يجي حرف الاي بعديه حرف ساكن بعديه حرف الاي. هتلاقي دايما الاي موجودة مع الاي. طالما موجودة الاي يبقى ده صوت لونج هيعمل اي. زي مثلا كلمة كيك، ميك، جيم، تيك، ليت. الايه هنا عمل ايه ليه؟ عشان جه بعد الحرف الساكن اللي بعديه حرف ايه. طالما في ايه هيطلع ايه، يبقى ده كده لونج. تاني حاجة هتلاقي جاي مع حرف الايه حرف اي لازق فيه اي جنب بعض. المقطع ده هنطقه ايه؟ هنطقه ايه، هيبقى صوت لونج. زي مثلا رين، مين. الاي جاي مع الاي هيعمل صوت A. تالت حاجة ال A لما بتيجي مع ال Y بتعمل A. زي مثلا play، عندي day، stay. ال A جات مع ال Y عملت صوت A. يبقى عشان ما تتوهش مني أنا عندي نوعين لصوت ال A. أول نوع اللي هو الشورت، وده دايما هتلاقيه ال A جاي ما بين حرفين ساكنين. طيب النوع التاني هتلاقيه اللونج، واللونج ده ليه 3 أشكال: يا إما A حرف ساكن E، A consonant E، يا إما هتلاقي AI، يا إما هتلاقي AY. دول أشهر 3 أشكال لما يجي اللونج معاه. خلي بالك دول مش كل أصوات ال A، بس دول أشهرهم. لو ظبطتهم 80% من أصوات ال A معاك. بس كده عشان ما أطولش عليك. سلام.